سلمان اهلا وسهلا فيك على موقع شارع الفن، اشتقنا لك، غنيتك ما شاء الله مكسره الدنيا. حفلتك اليوم بصيدا، جينا من بيروت خصيصا لان هيك نواكبك ونشوف شو حنغني، كيف كانت التحضيرات، شو حنسمع كمان اليوم؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك بصيدا، لان انا بعتبرها هيدي منطقتي، يعني هيدي الاريا كلها هي منطقتي الالي. منطقتنا ولا ما اشتريتها بعد، بس انه منطقتنا. فاهلا وسهلا فيك. ان شاء الله يا رب تكون الحفله كثير حلوه، وانا اكيد بشكرك لك جون، انت من الاشخاص اللي على طول معي وين ما رحت، بالجنوب بالشمال برا لبنان جوات لبنان، انت على طول موجود، بشكرك كثير. ان شاء الله يا رب سهرة تكون حلوه. اول مره اجرناها لظروف الطقس، مثل ما شفت الصاله هي من اجمل الصالات، بس هي اوت دور مش اندور. والغريب انه اول مره يعني مش من زمان صارت هالقد عم تشتي لهيدا الوقت. انا قلت لهم هيدا الغيبه لاحقتني، وقت كنت شي غيبه من الفانز تبعولي هيدي لاحقتني ومفرح لما بس شتي خير حلو. اكيد شتي خير، بس اكيد لازم ان شاء الله تصحى يعني، وان شاء الله يكون الجو والناس تنبسط كثير، لانه هيك حفلات مش كل يوم بتصير. ان شاء الله يا رب ينبسطوا اهم شيء. فان شاء الله يا رب صيدا تضل عامر بوجودكم وباهلها، ويعرف كل العالم انه هيدي صيدا مش صيدا الحروب، مش صيدا سلاح، صيدا هي الفرح، صيدا هي الناس المثقفة، صيدا هي الاشخاص اللي عن جد بيحبوا الحياة. فسمعوني زقفة كثير كبيرة لصيدا. اسمحوا لي كمان لكم انه انا كثير مبسوط، لانه هيدي اول مرة بعمل حفلة بالمنطقة هون، كله يا برات لبنان يا بالمناطق الثانية، بس ان شاء الله حتكون في ايام جايه اكثر واكثر ان شاء الله. كمان اسمحوا لي رحب بكل الصحافه الموجوده معنا، اللي كمان اول مره بيجوا على صيدا. اغاني وجون، وين الجون شارع الفن كمان، ما نسيت حدا؟ بعد في حدا؟ اغنيتك جديده مثل ما ذكرنا مكسره الدنيا هيك مع والدتك، كيف هيك تعمل مثل الفكره انه تكون مع والدتك هي بشكل عام؟ هي جون الاغنيه قديمه، نزلتها من 3 سنين تقريبا، بس هلا اللي عملت لها الميوزك فيديو. ديو هو ما لقيت اصدق من هيك ديو ليكون موجود بعيد الام بين شخص عم بيغني ووالدته، ما في تمثيل، كله مشاعر كثير صادقه. كرمال هيك وصلت للناس، حبتها الناس. حبيت اعمل بعد 3 سنين حبيت اعمل مثل انيميشن، يعني قصص هيك صور من انا صغير، كيف كنت انا صغير، وقصص قديمه، وحطينا كمان صور جديده. فالناس حبت الفكره، والانيميشن كان شاعر علي المولى، يعني شاعر علي المولى هو كثير اشياء بشخص واحد، شاعر بنفس الوقت بيعمل انيميشن، بنفس الوقت بيعمل كثير اشياء، فحبتها الناس. والحمد لله يعني هيدي الاغنيه من الاغاني اللي علمت عند الناس بهيدي المناسبه، من اكثر الاغاني اللي عن جد، من اكثر الاغاني اللي نزلت لعيد الام اللي حبتها الناس الحمد لله. هيدي الحفله المفروض هي لعيد الام، مع انه اجلناها، بس اكتشفت انه هيدي الغيمه اللي كانت هذيك الجمعه من الفانز تبعولي، لانه وين ما اروح تلحقني. ما في رحت على صيدا بدها تيجي على صيدا. ان شاء الله تنبسطوا بهالسهره. العمل بعده مستمر مع آل المولى، وخاصة مع أستاذ وسام. أكيد. فما جديد ساعة رمضان، شو تحضرنا هيك غير الصيف؟ جديد في كثير اشياء. قريبا جدا مفروض تنزل اغنيتي ضد النسيان غنيتها باحدى البروجرامات، غنيت شقفه منها، وصدقني على اليوتيوب كثير ناس حبتها، وكثير ناس تعرف باليوتيوب في لايك وفي ان لايك. الحمد لله اللايك كان زيرو، كله الباقي كان عن جد كثير حلو، لانه هي اغنيه بالفعل بتحبها الناس، رح تحبها الناس انا مأكد. انا هون عم بلعب على هان اللي هي اذا حتضرب او بس حتحبها الناس. ان شاء الله يا رب انا بتمنى انه تاخذ اصداء كثير حلوه، لانه اغنيه كلمات اكثر من رائعه اللي هي لشاعر المولى، الحان صلاح الكردي كمان الحان اكثر من رائعه. وهلا عم نوزعها قريبا، يعني تسمعوا تفاصيل، وحنصور لها ميوزك فيديو مع سيلفانا ان شاء الله، بس مش بلبنان، برا لبنان. طبعا. اذا عم نحكي عن السوشيال ميديا، صفحتك الموالعه دائما الحمد لله. خبر، قد ايه انت كمان هيك بتشرف على الصفحه عبر الانستغرام وتويتر كمان؟ ليك انا كثير نشيط، بعتبر حالي على الانستغرام، اكثر شيء على الانستغرام، يعني بحس اكثر بروجرام هو مفضل لإلي، بس عامل لينك مع الفيسبوك والتويتر وهيك، بس الاساس هو الانستغرام.
الحمد لله كمان من الاشخاص اللي عندهم بلبنان، من عم بحكيك من الفنانين الشباب، ومن اكثر الاشخاص انا اللي عندي فولورز الحمد لله. وحتى بتشوف مش بس مهم الفولورز قد ما هي مهم الكومنتات، قد ما هم التفاعل واللايكات. الحمد لله بظل كل شيء. بتعرف يعني المشكله اللي صارت، اللي صار يشيلوا الفولورز من الفيك فولورز وما بعرف شو. الحمد لله انا من الاشخاص اللي دلوا الفولورز هن ذاتهم، وهول بنبسط فيهم. انا بعتبر عندي 150,000 او 160,000 اكزامبل، هو عندي 161,000 مع هذا التليفون هلا. فهول بعتبرهم قد 2 مليون 3 مليون، عرفت كيف؟ بحب هول القصص، انا بحب مبدئيا القصص. بس اللي بده يغني معي بده يطلع لهون. شو جاهزين؟ انا بقول لهم بحبهم كثير، بقول لهم اتمنوا لي التوفيق بالحفله، وتابعوا كل اخباري على شارع الفن.